السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين شي واتسو، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وكي دايرين مع هاد البرد. الصراحة حنا عندنا البرد قاصح، غير ديال الكسكس والرفيسة وشي طاجين ديال السرديلو. اليوم درت هاد الطواجين ديال السرديلو قلت نشاركو معكم. صراحة كيجي مختلف على القلي، وكتجي بنة أخرى ديال الخضرة مع الزيتون والحامض وفلفلة حارة. أنا دائما ما كتخطانيش في أي شي حاجة. كيجي واحد الطاجين اللي بنين الصراحة ومعلك، والله الا جا لذيذ بزاف. قلت نشارك معكم هذه الطريقة. اول شي عندي السرديل. خديت السرديل انا طري، ما خديتوش يعني جديد، ماشي من السوبر ميركاتو كيكون شويه معطل داكشي في مكلونجي. جربته واحد الخطره وما عجبنيش الصراحه، كيتباع منقي بحال هكا. يعني نتا كديري التشرميله، ولكن ما كيكونش سبحان الله بنين بحال هذا اللي جديد. صافي غسلته، قلعت ليه العظم والشوك وصافي. الطريقه راه معروفه ديال غسيل السردين. بالنسبه هنا للتشرموله ديال السردين، شويه د الربيع، القزبر والمعدنوس، عصرت عليهم واحد نص حامضه، كشره صغيره تقريبا من التحمير، وكشره صغيره من الابزار، وكشره صغيره من الكمون، واحد شويه ديال الضامه ديال الزعفران، جوج تومات محكوكين. زدتهم فيها مع هاد الشرميله هادي، وغنخلط هاد الشي غير بصباعي، ما كترتش ان الكميه ماشي كثيره بزاف، غير قليله ديال جوج الاشخاص. ما بالنسبه للشرميله ما كديرش فيها الزيت، يعني غير بحال ما خلطت غير بهذاك الحامض. صافي غادي نشرمل هاد السردل هذا. حاطه بحال هكا فوق هاد القطاعه، وغادي نعمر كل هادوك الفوق الاولين التحتانيين عاد كنغطيهم. اختها كتجي عليها ما فيها والو. الفوقانيه ما كنديرش فيها، كنغطي عليها وصافي. بالنسبه لهاد الطريقه كتزيد زوينه احسن من دائما القالي، الصراحه راه ماشي صحي. كتغيريه ولا كدير في الفران بهاد الطريقه بالطاجين، راه كيجي بحال الحوت، بحال المذاق ديال الحوت الكبير. والسردين راه عارفين راه كتكون البنه ديالو مختلفه على الحوت. قلت انا نشارك معكم هاد الطريقه. انا الصراحه شحال من مره كنديرو بحال هكا، كيعجبني بحال كيف الطاجين. بقى ما كنقليش بزاف. صافي هنايا كاين اللي قلت لكم راني شرمت، كان الكميه الاخرى كنغطي بها هاد السردين باش كيجوجاش، يعني جوج سرديلات وفيهم التشرميله. صافي نمشي بهاد الطريقه هادي نخليهم كاملين. ملي كملتهم هنايا الخضره اللي بغيتو، راه باينه الخضره ديال السردين، يمكن لكم ديروا غير مطيشه بوحدها محكوكه، ديروا خيزو مثلا، بطاطا. انا صراحه شديت الطاجين. اول شيء قطعت فيه واحد البصله دوائر بحال هادشي اللي كتشوفوا، راه كتجي زوينه، راه كتذوب معايا الاولى، راه كطيب ما كتبانش كاع فيه. من بعد زدت واحد تقريبا واحد جوج ديال الخيزوات، نقطعهم دوائر، ما سلقتهم ما حتى شي حاجه صراحه. خيزو بعدا هنا الطري دغيا كيطيب بحال البطاطا. قطعتهم وضفت البطاطا. الحوت انا كيعجبني بالبطاطا، عليا انا شخصيا اللي ما كتبغيوش البطاطا يمكن لكم تكتفيو غير بخيزو والبصله والفلفله ومطيشه. انا دائما كندير واحد البطاطا كتعجبني فيه، حتى مع الحوت الكبير ولا في الحوت في الطاوه في الفران ضروري كندير خيزو، كندير واحد البطاطا. صافي درت انا هذيك الحبه ديال البطاطا، نقطع واحد المطيشه دوائر، داكشي عادي غير الخضره كيف ما درتو ليها، كنقطعها مباشره هكا. من بعد غنزيد شويه ديال الفلفله حلوه، فلفله خضراء هادي كنقطع ونحط. وهاد الخضره راه يعني كتذوب ما كتبانش، غتقولي كثيره ولا، راه هي هذيك راه جات مع السرديل زوينه، طابت المذاق ديال الفلفله مع الخيزو والسرديل، الفلفله حاره، يعني واحد المذاق كيجي زوين الصراحه. كيف قلت لكم هاد البرد هذا يعني كنبغي بحال هاد النوع ديال الطواجن. صافي كملت هذيك الفلفله، من بعد غادي نضيف هذا السرديل. انا ما زدتش هنايا العطريه وراني نسيت الملح. يمكن لكم تضيفوا الملح هنا، انا ما كنبغيش الملح بزاف. السرديل يعني شويه مالح، ما درتش فيه الملحه مع العصير هذيك الحامضه اللي عصرت انا، يعني مصيره وكاين الزيتون. غندير غير شويه ديال الملح من الفوق، واحد الرشه خفيفه. حتى بالنسبه للعطريه ما ضفتهاش، مازال اكثر. راه كنعرف عاوتاني كثره العطريه كتغلب على المذاق، لا على ديال اللحم ولا على ديال حوت ولا شي حاجه، دائما ما كتكونش كثيره اكثر من القياس. اكتفيت يعني بديك الكميه اللي في السردين. هنا عندي واحد وريقات ديال سيدنا موسى، واحد 3 د الوريقات كنديرهم حتى هما في الجنب ديال الطاجين.
ملي كيكون كيطيب يعني كيطلقوا حتى من واحد شويه ديال البنه. هنا بقات لي هذيك شويه ديال التشرميله، زدت عليها تقريبا واحد الكويشيره ديال الماء، نتوما كتشوفوا يعني ما فيهاش الماء بزاف، وخويتو من الفوق ديال الطاجين. زدت هاد التشرميله. على فكره راه هاد الطاجين هذا ديال السردين بحال ديال الحوت، راه ملي كيطيب كيبقى يطلق الماء، نتوما كديروه كيطيب راه كيطلق الماء، يعني ما تزيدوش فيه والو الماء. انا حتى ساليت وضفت واحد شويه تقريبا واحد 2 كواشة حتى 3 ديال زيت الزيتون، كلكم ديروا الزيت الروميه العاديه. حطيت واحد الفلفله حاره كيف اللي قلت لكم، راه ضروري من الفلفله الحاره. انا حتى البيض ومطيشه والشلاضه كلشي كندير فيه الفلفله حاره، عزيزه عليا بزاف. صافي هنايا حتى درتو فوق البوطه عاد كتفكرت راني ما ضفتش الملح، درت شويه ديال الملح غير من الفوق، راه جا في القياس ديالو في الملح، مع قلت لكم الزيتون هذاك الحامض، طرد الحامض مصير طالق الملوحيه ديالو، يعني جا في القياس ما تكتروش. ما ضفت ليه حتى نقطه ديال الماء نهائيا، غطيت عليه وخليته كيطيب، غير بدا هو كيسخن كيطبخ يعني واحد 10 دقائق ربع ساعه. هانتوما كيتلقى الراس والمرقه ديالو، يعني فاش كطيب هذيك الخضره ما ضفت ليه والو، نقصت عليه هنا غير بواحد الكشاره صغيره شويه، كنهز هاد المريقه من الفوق وكنديرها فوق هاد السردين وصافي، يعني غير باش كتجي توصل ليه حتى هي من الفوق يكون في هاد السردين يعني البنه ديال المرقه من الفوق. صافي على عينكم ميزانكم، الا بغيتو المرقه، انا راه ما كنبغيش فيه المرقه بزاف، يعني خليته حتى نص، بقى فيه غير شويه داكشي اللي كافيه مع الخضره باش كتكل الخضره. الا بقات لكم في قد هكا ديال المرقه غتغمسوا في المرقه في الاول، ما غاديش تكل الخضره. هنايا حتى الاخر يعني دوز واحد تقريبا نص ساعه، راه نتوما كتشوفوا راه طاب، جا معلك يعني ماص هذيك المريقه ديالو، بقى فيه غير شويه ديال المرقه يعني فاش اللي كافيه مع الخضره، كيف اللي قلت لكم ملي كتبقى شويه د المريقه راه كتجي مع الخضره مزيانه. نتمنى هذا الفيديو تكون يعجبكم، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله.